بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثالثة من محاضرات كورس البايوتكنولوجي ميثودز، تقديم محمد جمال. هنا احنا المحاضرة النهاردة بنتكلم عن الويسترن بلوتينج. قلنا المحاضرتين اللي فاتوا أو الثلاث محاضرات اللي فاتوا عن تقنيات البلوتينج، تقنية الدوت بلوت، تقنيات السلوت بلوت، زي تقنية النورثرن وزي تقنية الساذرن. دلوقتي احنا بنتكلم عن تقنية الويسترن. يمكن احنا كده بنتكلم على 3 أو 4 تقنيات من تقنيات البلوتينج، لأن دولت الأكثر شيوعا. في أكتر من 12 تقريبا 12 تقنية من تقنيات البلوتينج بعدد الأسهم بتوع الاتجاهات. يعني عندنا كمان الإيسترن، عندنا الساوث ويسترن والساوث نورثرن. دي كلها تقنيات من تقنيات البلوتينج لسه احنا هنتطرق ليهم قدام. ولكن تقنية الويسترن بلوتينج زي برضو ما قلنا قبل كده هي تقنية بتعتمد بشكل كلي على معرفة بروتين معين داخل السيل أو داخل التشو اللي حصل لها اكستراكتد من حاصل البروتيوم بتاعها اكستراكتد منها. خلينا كده نشوف الميثود بتاعتها. الميثود بتاعت الويسترن بلوتينج هي ان احنا طبعا اول حاجة بنعمل اكستراكت للبروتينز بتاعتنا الموجودة معانا في الخلايا بتاعتنا، القصد بتاعها بنعمل لها بيوريفيكيشن اول حاجه علشان ننزل اي سكندري ميتابولايتس، اي حاجه داخله معايا في البروتينز. نعمل تصفيه للبروتينز ديت يكون معايا البروتينز بس. بعد كده بنعمل جيل الكتروفريزيس علشان برضو نجري البروتينز او ان احنا نرحل البروتينز بتاعتنا بيزد اون السايز بتاعها. وهنا لازم ان احنا نقول ان احنا عندنا في اكتر من تقنية للفصل للبروتينز. يعني عندنا 2D بيج بناء على السايز وبناء على الايزو الكتريك فوكسنج او بناء على التشارج الخاصة بالبروتينز. فبالتالي احنا بنعمل جيل الكتروفريزز عادي علشان نرحل البروتينز بناء على السايز بتاعهم. بعد كده بنبتدي ان احنا ننقل زي اي تقنية من تقنيات البلوتينج البروتينز بتاعتنا على نيتروسيلولوز ممبرين. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل بلوكينج بالبي في سي، بوفين سيرم البيومين، لكل المناطق اللي ما فيهاش باندز الموجودة عندي داخل النيتروسيلولوز بيبر، علشان يكون عندي الفوكسنج على البروتينز بتاعتي بس. انا بعزل بايه او بعمل بلوكينج بايه؟ بعمل بلوكينج بوفين سيرم البيومين علشان الانتي بودي بعد كده اللي انا هحطه على البروتينز بتاعتنا ما يبقاش ما يمسكش في اي فولس تارجتس خالص، فبالتالي يعمل لي تشوش بعد كده لما اجي اصور في المرحلة الأخيرة. حاجة كمان لازم نذكرها ان احنا هنا في كل تقنيات البلوتينج الخاصة بالدي ان اي والار ان اي كنا بنعمل فاصلة، وكنا بنعمل ديناتوريشن بالديمس او بالدي ام اس او او حتى بالاورجانيك سولفنتس علشان نخلي الار ان اي والدي ان اي بتوعنا سنجل ستراند. انما في الحالة دي احنا مش محتاجين ان احنا نعمل دوت، علشان البروتين بالنسبة لنا لو هو حصل له تغير في الشيب بتاعه من الشكل الوظيفي بتاعه لأي شكل تاني linear أو secondary structure، فبالتالي هيأثر بالنسبة لي في ارتباط البرايمري انتي بودي عليه، فبالتالي مش هيقدر حتى ان هو يتعرف عليه، لأن هو بيتعرف عليه based on شكل معين أو بناء على شكل معين خاص بيه. نفس نظرية أو نفس فكرة القفل والمفتاح. بعد كده بنعمل برايمري انتي بودي دوت بيكون خاص بالبروتين دوت. طب البرايمري انتي بودي دوت بيجي منين؟ ليه تقنيتين في التصميم بتاعه او في انتاجه. اول تقنيه عن طريق الويت لاب من خلال ان انا بحقن اصلا البروتين بتاعي داخل اجسام حيه، داخل اجسام حيوانات، بتبتدي ان هي تعمل لي رد فعل مناعي. باخد الاجسام المضاده اللي اتكونت ضد ردة الفعل المناعي ديت، ببتدي ان انا اشتغل بيها في المعمل، ودي بيكون مكلفة جدا. يا اما الحل التاني ان انا بصممها عن طريق البايوانفورماتكس، ان انا بصمم بيزد اون الكومبلمنتري شيب بتاع البروتين بتاعي، يعني انتي بوديز خاصة بيه. يا اما ان انا بشوف انتي بودي اقرب ليه ان هو يقدر ان هو يرتبط معاه عن طريق تقنية البايوانفورماتكس برضو زي molecular دوكينج وموليكولار دايناميك. بالتالي اقدر ان انا اقول ان الانتي بودي دوت هيقدر يمسك في البروتين بتاعي او لا. تاني خلاص كده البروتين بتاعي مسك في الاسف الانتي بودي بتاعي او الجسم المضاد مسك في البروتين بتاعي، بالتالي بنتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي السكندري انتي بودي. ودوت
في الحالة ديت عندي خيارين، يا إما أصلا البرايمري أنتي بودي بتاعي بيكون موجود جواه نقدر نقول كده انزيم في نهايته، مرتبط مع انزيم في نهايته، بحط له سبستريت، فبالتالي بيديني إشعاع، أو بيديني ضوء، أو بيديني فلورسنت داي، أو بيديني انزيماتيك رياكشن. يا إما بضطر إن أنا أعمل عليه كمان أنتي بودي. الأنتي بودي دوت بيكون معلم، بيكون اسمه سكندري أنتي بودي، على حسب التقنية، على حسب البروتين، على حسب اللي أنا عايز أعمله بالظبط. الويسترن هي على عكس طبعا بقية التقنيات التانية. في تقنيات استحدثت عن الويسترن بكتير، ولكن هل الويسترن مش مطلوب؟ بالعكس، الويسترن مطلوب جدا جدا جدا، وبيتم استخدامه حتى لغاية دلوقتي في أكتر من معمل حوالين دول العالم كلهم. في مصر التقنية غالية جدا، التقنية منتشرة جدا، سهل انك انت تتعلمها ويت لاب، وسهل انك انت تشتغلها لو انت اتمرست عليها، وكذلك انك انت تكون مطلوب بعد كده في دول خارجية او في منح لو انت اجتهدت في انك انت تتعلمها بشكل مناسب. طيب بالنسبة للتقنية زي تقنية ويسترن، بستخدمها في ايه؟ عن كشف عن بروتين معين. البروتينات هي الأجزاء الوظيفية زي ما احنا ما شفنا في السلايد اللي فاتت، الخاصة بالكائنات الحية. فبالتالي لو أنا عايز أشوف تأثير وظيفة معينة، أو وظيفة معينة إيه السبب اللي حصل فيها، بيبقى لازم إن أنا أكشف عن البروتين النهائي أو الوظيفي اللي فيها. أو لو أنا عايز أشوف بروتين باثوجينيك موجود معين داخل العينة عندي، لو أنا عايز أشوف بروتين اكسبريست معين عندي في العينة وخلافه، فبالتالي بيكون أهم حاجة عندي إن أنا أستخدم الويسترن. أشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله. سلام عليكم.